على فكرة معنى كلمة إن في منافسين كتار، معنى كلمة إن في ناس بتخش قصادك كتير وبتعمل عروض كتير، إن كلهم عندهم إيمان بإن البيزنس ده ناجح. إياك تبقى فاهم إن البيزنس ده مش ناجح. جالنا مشروع، واحد بيقول لي إحنا عندنا مشروع مركز تدريب. تفاصيل المشروع: أنا مدير مركز تدريب متخصص في تقديم دورات في البرمجة وتطوير المواقع. بدأت أواجه مشكلة في جذب طلاب جدد. المنافسة مع مراكز التدريب التانية كبيرة، وبقى في عروض أونلاين بأسعار أقل كتير من اللي بنقدمه. حاولت أعمل تخفيضات وعروض، لكن مشكلتي لي في الأساس إني مش قادر أوصل للعملاء المحتملين بشكل كافي. فإزاي أقدر أميز المركز بتاعي عن المنافسين وأجذب عدد أكبر من الطلاب؟ هل في أفكار للتسويق الرقمي ممكن نستخدمها بشكل فعال؟ هل في طريقة أقدر أعمل بيها شراكات أو تعاونات ممكن تفيد المركز في تحقيق الانتشار؟ طيب، هو السؤال جميل وعاجبني طريقة طرحك للسؤال. يعني انت بتقول لي مشكلتك، فهمت كويس، بس كمان انت حطيت حلول شكلها كويس قوي. مبدئيا موضوع مركز التدريب دي من الصناعات اللي لا يمكن تقع في حياتنا خالص. لازم تبقوا انتوا فاهمين ان دي من البيزنس اللي ما ينفعش يموت. فانت في مجال مكمل. يعني القناعه لازم تبقى موجوده عنك ان انت في بيزنس. اوعى تضعف، اوعى تحس ان انت بتعمل حاجه مش مظبوطه. بالعكس، دونت جيف اب، ما تتخلاش عن البيزنس بتاعك. بس زي ما انت قلت، في منافسه، لان ناس كتير فاهمه قيمه. على فكره معنى كلمه ان في منافسين كتار، معنى كلمه ان في ناس بتخش قصادك كتير وبتعمل عروض كتير، ان كلهم عندهم ايمان بان البيزنس ده ناجح. اياك تبقى فاهم ان البيزنس ده مش ناجح. كتر المنافسين دي حاجه صحيه للسوق، ليك انت كصاحب مركز، وكمان للعملاء اللي بتستفيد من الخدمات بتاعه التدريب اللي انتوا بتقدموها. فمبدئيا انت في المجال الصح، وكتر المنافسين معناه ان انتوا صح. طيب، نبدا نفكر بقى احنا هنعمل ايه. انا ما اعرفش طبعا ايه نوع الكورسات، بس انت بتقول لي دورات في البرمجه وتطوير المواقع. انت بتكلم مين؟ انت بتقول لي انا بدور على طلاب. ايه نوع الطلاب اللي انت بتدور عليهم؟ هل انت بتدور على طلاب، يعني مثلا دلوقتي في كورسات بتتعمل للولاد الصغيرين من هم في ابتدائي، كورسات عن البرمجه وكورسات عن روبوتكس وكورسات عن الحاجات دي كلها. لو انت موجود في المجال ده، طب ايه اللي يخليك تبقى انت بتدور بشكل مباشر؟ ما تروح تتكلم مع المدارس. شوف المدارس الانترناشونال، ابدا روح المدن الجديده اللي موجوده، ابدا ان انت تتعاون مع المدارس ديت وقول لهم انا ممكن اقدم الكورسات دي بشهادات معينه. فبدل ما يبقى الكلاينت بتاعك ابني وابن فلان وابن علان، ممكن يبقى الكلاينت بتاعك المدرسه بشكل مباشر. ابدا روح على المدرسه وقول لهم انا ممكن اقدم الكورسات دي كجزء من الافتر سكول اكتيفيتيز، كجزء من الانشطه اللي المدرسه بتقدمها، سواء في وقت الدراسه او سواء بعد المدرسه، سواء في البريكس، سواء مثلا اجازات نص السنه، سواء اجازات بتاعت اخر السنه. مفيش ما يمنع ان انت تبقى بتعمل كده. فده لو انت بتكلم الشريحه بتاعت الطلاب الصغيرين، سهل قوي ان انت تنزل مناطق المدن الجديده كده وتلف تور على المدارس اللي موجوده هناك. في اليوم ممكن تلف لك على 10 15 مدرسه. لو من كل 10 15 مدرسه انت قدرت تعمل ديل مع مدرسه واحده بس، صدقني انت بدات تضمن عدد طلبه وعدد كورسات فوق ما انت متخيل. طيب، الجزء الثاني، لو انت بتعمل كورسات للشباب اكبر من كده شويه، اللي هم مش الطلبه، ان هم مش طلبه، كليات بالمثل، تقدر تعمل كده مع الكليه. دور على الشباب اللي موجودين في الجامعات الحكوميه، مش هنقول الجامعات الخاصه، لان الجامعات الخاصه اغلبها دلوقتي بيقدم معظم الكورسات اللي انت بتقدمها للناس. ممكن تدور على انتجريشن، او تدور مع تكامل، او انت تبقى بتتعامل مع الجامعات الحكوميه والكليات اللي انت شايف ان الطلبه بتاعتها مناسبه، وتبدا تقول لهم انا هقدم الكورسات دي للطلبه بالكارنيه بتاع الكليه باسعار مخفضه. فبالنسبه للطالب اللي هو شقيان وداخل جامعه حكومه، هيبقى بياخد كورس في وقت ما هو بيدرس، او في وقت ما هو في الصيف بتاعه، بتكلفه رخيصه. فانت برضو تاني نوع من انواع العملاء اللي انت ممكن تبقى بتفكر فيهم، ان انت تبقى بتكلم الجامعات بشكل معين عشان تاخد الطابع الرسمي. خش على الجماعه بتوع شؤون الطلبه جوه الكليه على طول، قول لهم والله انا شركه كذا، او انا مركز كذا، احنا متخصصين في الكورسات الفلانيه، ونقدر نقدم شهادات معتمده من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا. بنقدر، حابين ان احنا نتعاون. لو سمحتوا يا جماعه علقوا لنا الورقه دي بالكورسات بتاعتنا، بالعروض بتاعتنا عندكم في شؤون الطلبه. فالطلبه وهي رايحه وهي جايه هتبدا تشوف. مفيش اي مشكله تمنعك ان انت تعمل حاجه زي كده. انا شايف ان ده تاني نوع من انواع الانتجريشن. تالت نوع بقى، ابدا شوف الناس اللي بتشتغل في الشركات. ايه الشركات اللي انت عايز الناس بتاعتك بعد ما تدرس الكورس بتاعك ده، وبعد ما تديهم السيرتيفيكيشن بتاعتك دي، يشتغلوا فيها؟ يعني انا النهارده واحد من الناس لما اخد الكورس بتاعك ده، ابقى مناسب لشركه ايه، او ابقى مناسب ابقى بشتغل في شركه ايه. الشركات دي مهم بالنسبه لها جدا، والموظفين اللي جواها لازم يطوروا من نفسهم، لازم يبقوا اب تو ديت، لازم يبقوا يشوفوا ذا موست ريسنت كورسز، او الكورسات اللي هي احدث صيحه في المجال بتاعهم. انت ممكن تبقى بتارجت الشركات
الشركات دي بشكل مناسب. لو انت مش عارفهم انت مش هتعرف تبيعهم. يعني انت لازم تبقى انت بتوعدني اجي اخد الكورس عند حضرتك، بعد ما اخلص الكورس ده ابقى انا قادر اشتغل في بوزيشن معين في شركات معينه. انت لازم تبقى انت عارف الاجابه دي. طالما انت عرفتها توكل على الله وروح كلم الشركات دي، قول لهم انا عايز اكون الذراع التطويري للمهارات بتاعه الموظفين بتوعكم، بحيث ان انا دايما اكون بطور من العلم بتاعهم والنو هاو بتاعتهم في الجزئيه بتاعتك دي، علشان تقدر ان انت تبقى بتفيدهم. فانا من وجهه نظري ما تدورش على طلاب. التسويق مش بس ان انا بخش على الفيسبوك ولا بخش على جوجل اعمل شويه اعلانات على الانترنت عشان خاطر الناس تبقى بتجيلي وشويه كليكس وشويه ريتش وشويه صفحات بملاها، لا، ده جزء من التسويق وده فرع. وللاسف الناس قاصره دماغها خالص في انها كده. التسويق عادي، ممكن يبقى الراجل واقف في الشارع ده بيرمي الكروت، اللي بيقعد يطرف عينينا بالكروت اللي بيرميها دي، ده نوع من انواع التسويق. فما فيش اي مشكله خالص ان انت تبني شراكات وتغير استراتيجيه التسويق بتاعتك كلها، وتدور على مستخدمين وفئه مستهدفه جديده تماما عن اللي احنا قلناها. المدارس لو انت بتكلم الطلبه، الكليات والجامعات لو انت بتكلم الشباب الصغيرين، لو انت بتكلم الخريجين، طبعا لازم تروح للشركات اللي انت بتوعد الناس ان انتوا لما تاخدوا الكورس بتاعي هتقدروا تشتغلوا هناك بسهوله. فاعتقد كده ان انا جاوبتك. طبعا المعلومات اللي عندي حاولت ان انا اجاوب قدر المستطاع، وان شاء الله يبقى فيها فايده ليك. ولو احتجت اي حاجه، علاقتنا بكل الناس اللي احنا قلناهم دولت سهله، نقدر تتواصل مع المكتب عندنا يوصلوك بمجموعه المدارس والكليات والجامعات اللي احنا نقدر نستهدفها. وصدقني هتقدر في وقت قليل قوي تكون شراكات وتبقى راضي عن البيزنس بتاعك. اشوفكم على خير في الروشته اللي جايه.